احنا بصراحة عائلة مفككة ووسخة آخر 36 حاجة. احنا عايشين مع بعض في البيت زي ما يكون عايشين في بنسيون معفن قذر. مفيش أي حد له علاقة بالتاني، ولا نعرف مشاكل بعض ولا بنصبح على بعض. وآدم ده بالذات أنا معرفوش يا باشا. آدم معرفوش، بس لدرجة إن أنا كنت مقاطع أختي بسبب الجواز، أنا اتجوزت أبوه. بس النصيب الوسخ بقى عكتنا في الجوازة السودة دي. بس أنا عايز أقول لسيادتك بالله عليك يا باشا صدقني، آدم ده طيب وابن حلال. ولا انت شكلك كده غاوي الصعوبات وانا هظبط امك. بالراحة يا نانسي على نفسك شوية، أنا خايفة عليكي. بالراحة بالراحة ايه بس؟ أنا ضيعت مستقبل الولد. ربنا هينجيه إن شاء الله. ازاي؟ ده ما بقاش قاتل وسارق بس، دول خلوه إرهابي كمان. للأسف كل الظروف ماشية ضده. أنا هروح أعترف بكل حاجة وأشهد إنه كان بيدافع عني. بتفتكري إنك هتنقذيه بالطريقة دي؟ هي دي الحقيقة يا بابا، ما هي لازم كل الناس تعرفها. الحقيقة ما حدش يعرفها غيرنا إحنا. أيوة يا حبيبتي، لازم نفكر بالعقل. أي تهور دلوقتي ضد مصلحتنا كلنا وهيخسرنا كل حاجة. بوظ الدنيا يا حبيبتي. طب أعمل إيه طيب؟ تعيشي حياتك عادي جدا، وما تنسيش إنهم ممكن يكونوا بيراقبوكي. بيراقبوني؟ طبعا انت مش طرف في جريمة قتل. ومين؟ أمريكاني. طب وآدم هنعمل فيه إيه؟ هخبيه في مزرعة الفيوم. وجوده في القاهرة بقى خطر عليه. لغاية إمتى يا حبيبي هنغطيه كده؟ لغاية ما نشوف الأمور هتوصل لفين. اقفي معانا يا عذرا يا ابو النور، اقفي معانا. وحشتوني وحشتوني وحشتوني. وانت كمان يا كيمو. هو في أحلى من ليلي؟ بس مش غريب يا جماعه ان احنا الاتنين مع بعض في ليله واحده. وايه المشكله ان احنا نهيص؟ ما انتوا عارفيني بحب اللم، وانتي بيضه وهي سمراء وكل بستان زهر. انا بقى بصراحه عايز انبسط قوي النهارده. عايزكم بقى تدلكوني وتدلعوني وتنيموني. بس كده؟ وانا اللي فاكرك مؤدبه. لا وترقصوني كمان. انا شارب 3 ستيلا ويجي 8 كمان ايدي. انا راجل او مش الا ولا يهمني من ده ولا دي. انا شارب 3 ستيلا، انا راجل او مش الا. انا شارب 3 ستيلا، انا راجل او مش الا. انا عامل دماغ عرايش. حكومة يا بنت. بس يا روح امك، ايه اللي انت عامله في نفسك ده يا بيه؟ يا باشا هو مفيش غيري في البلد دي يعني يا باشا؟ وبعدين انا ماليش دعوه بالسياسه يا فندم يعني، وحضرتك عارف انا راجل بتاع سيجاره وكاس يعني، ما بعملش حاجه غلط. ما تعملش حاجه غلط؟ هدوم على فين يا فندم بس؟ يلا يا ماما يلا يا فندم يلا. طب غير هدومي. يلا غير يلا. هدومي. والله يا فندم انا ما اعرفش اسم ريتشارد ده غير في فيلم الناظر صلاح الدين. انت بتهزر يالا؟ لا والله يا فندم انا بقول الحقيقه. وادم امين عبد الحي تعرفه هو كمان؟ اه يا فندم اعرفه. علاقتك بيه ايه؟ هو صاحبي وزميلي في الكليه والواد ده رجوله يا فندم. صاحبك بس وزميلك في الكليه؟
ولا كان في وقفات احتجاجيه بترتبوها مع بعض؟ يا فندم لا انا ولا ادم لينا في السياسه، والوقفات الاحتجاجيه دي هي اللي عرفتكم بيا. وبعدين يا فندم والله كانت وزة شيطان وراحت لحالها. انت تعرف مكان ادم؟ اه يا فندم، هو ساكن في حاره في بولاق ابو العلا. يا سلام. بس الحقيقه مش عارف رقم البيت يعني. جبت التايه يا واد، ما احنا عارفين العنوان. على فكره انت شكلك ظريف كده ودمك خفيف. يا فندم والله خالص انا بس عايز اخدم يعني. هو ادم عمل ايه؟ يعني انت مش عارف ادم عمل ايه؟ لا يا فندم والله ما كنت سالت حضرتك. مش شغلك. قوم روح يا كريم واول ما اكلمك الاقيك. ربنا يخليك يا فندم. شكرا يا فندم. اتفضل. انتوا هنا بتشهدوا في جريمه القتل؟ جريمه قتل؟ امال انت كنت بتهبب ايه جوه؟ كانوا بيسالوني على ادم. ما هو ادم هو المتهم في جريمه القتل اللي بيحققوا فيها يا زكي. ايه؟ ادم لا يمكن يعمل كده. وافاد المتحدث الرسمي باسم الجماعه بان هذه هي اولى عمليات شايف؟ انا مش عارف بس يا باشا، وسائل الاعلام دول عمالين يجيبوا في سيره الناس من قبل حتى ما ندينهم او نثبت براءتهم. ده كده بيبوظوا لنا شغلنا. بيني وبينك برضه يعني الواد ابن صبره ده بقى موضع شك. ملف وبيقول انه ممكن يمشي في الطيار ده. مش عارف يا باشا، انا حاسس ان الواد ده ملوش اي علاقه بالجماعه دي، وممكن يكون قتل الامريكاني عشان اي حاجه تانية، يعني جريمه قتل عاديه مش مستاهله بقى ان الملف يجي عندنا ونحقق فيه. طالما الجماعه اعترفت بقت مهمتنا، والمفروض ان احنا نلاقي الواد ده بمنتهى السرعه. بقول لك ايه يا شيخ، تشرب حاجه؟ ربنا يخليك يا باشا. انا عايزك تبعت للنائب العام طلب ان يدي امر بعدم نشر اي حاجه عن القضيه في جميع وسائل الاعلام. عايزين نشوف شغلنا بقى، الكلام ده مش هينفع. واضح انك بقيت المتهم الاول في القضيه. في جماعه ارهابيه اعلنت انك منتمي لي. يا نهار اسود، ايه الكلام ده يا دكتور؟ يعني انا كده بقيت قاتل وسارق وارهابي؟ ايه الافتراء والظلم ده؟ ده كده. انا عارف انهم كدابين، بس كل اللي بيدور في الاعلام بيأكد كل كلامهم. عشان كده وجودك في القاهره خطر عليك. امال اروح فين يا دكتور؟ هاخدك عندي تستخبى في مزرعه صغيره في الفيوم. شكل كده استخبى بقيت عمري. ما تقلقش، خلي املك في ربنا كبير. ونعم بالله. انا ايه بس اللي بيحصل لي ده؟ حوادث ومفاجآت ما كانتش تخطر على بالي. يا ترى اللي جاي خير ولا شر؟ يا ترى صدقوا اللي قلته في التحقيق ولا شاكين فيا وبيراقبوني ولا ايه؟ ربنا يستر بقى. نانسي. هاي، ازيك يا امير؟ هاي ايه؟ انت كويسه؟ انا كويسه الحمد لله. انا قلت اعدي واطمن عليكي. لا انا كويسه. عملت ايه في المشوار اللي رحتيه مع بابا امبارح؟ مشوار ايه؟ المشوار اللي كنتوا هتروحوه سوا ساعه لما جيت لكم، بس انا لمحته نازل ومعاه شاب كده وما شفتكيش. بالمناسبه مين الشاب ده؟ ده واحد قريبنا وبابا كان رايح يوصله محطه القطر وبعدين انا كنت نازله معاهم فعلا، بس تعبت ومبقتش قادره انزل فسبتهم. الف سلامه عليك. هو انت بتتجسس علينا او حاجه؟ هتجسس عليكوا ليه؟ دي كانت صدفه. بس انا لما جيت لكم ما شفتش الشاب ده، ما كانش موجود. كان في الحمام يا سيدي. وبعدين انت ما دخلتش البيت اصلا عشان تبقى شفته كله يعني في الدقيقتين دول. انا اسف، معلش ان انا بتدخل في اللي ماليش فيه. لا اتس اوكي، انا بس اللي تعبانه شويه ومش عايزه اتكلم دلوقتي، معلش. طيب انا اشوفك مره تانية بقى. باي. لو سمحت. نعم يا سيدي. كنت بسأل على موظف عندكم هنا اسمه عامر ابو الفضل. ما تجيبليش سيرته الله يكحمه. ما هو السبب في اللي انا فيه ده. معلش الف سلام عليك. الله يسلمك يا اخوي. يا سيدي انا عايزك حضرتك بس تقول لي هو فين بالظبط. بقاله يومين ما بيجيش، وقادر يا كريم ما يجي تاني يا رب. طيب مش عارف حتى ممكن تدليني على حد يديني عنوان؟ انت مستقتل عليه كده ليه؟ ده راجل بومه ونحس، سيبك منه. يا سيدي انا مش مستقتل ولا حاجه، المساله ان هو معايا سايب امانه معايا فانا عايز اوصلها له. خلاص بقى روح شؤون العاملين شوفوا هناك وهم يدلوك عليه. ماشي شكرا يا سيدي. الله يخرب بيتك يا عامر يا بوز الفقر، يا رب تطسك عربيه. ادخل.
ازاي يا استاذ تغير المانشيت اللي انا كاتباه من حادث قتل امريكي لجماعه ارهابيه بتغتال امريكا على يد متطرف مصري؟ انا رئيس التحرير، من حقي احذف واضيف اللي انا شايفه بمصلحه الجريده. ثم اديك شفت المانشيت عامل ازاي؟ الاعلانات زادت وتوزيع الجريده زاد. يا فندم انت كده بتفرغ الرساله الصحفيه من مضمونها وبتحولها لتجاره. راعي عاليه ان انا رئيسك في العمل. حضرتك كده بتحكم على بريء بالاعدام من قبل حتى ما المحكمه تحاكمه. كل وسائل الاعلام ذاعت الخبر، مش احنا بس. كلهم جري ورا الخبطه الصحفيه ومحدش فيهم اهتم بتفاصيل الخبر اللي بينفي التهمه عن ادم وبيثبت براءته. انا عايز افهم انت مالك متحمسه قوي للبني ادم ده؟ هو قريبك؟ انا فعلا متحمسه لان زميلي في الكليه وانتيم طاهر زميلنا، وعارفه ومتاكده انه ملوش في السياسه من اصله. انا مش بشك فيك يا عاليه، بس ايه دليلك على انه بريء؟ اولا سلاح الجريمه طلع بتاع المجني عليه، وده اكبر دليل ان ادم ما كانش داخل بدافع القتل ولا السرقه ولا عنده نيه سبق الاصرار والترصد. ثانيا داخل شقه القتيل لقوا كاميرات مراقبه متوصله على هارد وتصور عليه الجريمه كامله، والهارد ده اتسرق ومش عارفين مكانه فين لحد دلوقتي. عارفه يا عاليه، برغم اسلوبك اللي انا مش متقبله بالمره، لكن دي معلومات مهمه جدا اللي بتقوليها. انا كتبت مقال جديد وكاتبه فيه كل مستجدات التحقيق. للاسف يا عاليه مش هينفع. ليه؟ لان جالنا قرار بحظر النشر في القضيه بتاتا. يعني ايه بقى؟ يعني مش هقدر انشر لك الا لما النيابه تدي قرار بكده.